السلام عليكم مشاهديني الاعزاء، انا ساره سيد لاول مره تشوفيني. انا جيت يا جماعه. ماشي، النهارده فيديو على السريع كده هوريكم حاجات انا اشتريتها من شي ان. ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا اصور فيديوهات، بس انا بقالي كتير مصورتش فكنت لابسه فقلت يلا، حتى لسه ما شربتش كوبايه الشاي بتاعتي. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب مبدئيا كده، هو الفيديو النهارده بيتكلم عن انا اشتريت حاجات من شي ان، بس حاجات مش هقولك مش عامله حسابي ان انا اصور، بس حاجات كلاسيكي من العصر الفيكتوري. واللي يسال ان هو ايه العصر الفيكتوري، هو عصر الثوره الصناعيه في بريطانيا. تمام، علشان في ناس كتيره سالتني على الفيسبوك، فانا حبيت ان انا اوضح هنا. فيلا بينا. اول قطعه معايا وهي يعني مش عايزه اقول لكم، والسديري ده او الجيلي ده عجبني جدا وعجبني الوانه، وانا طبعا بشتري اكبر مقاس علشان ببقى ضامنه نفسي. وده ليه حكايه غريبه جدا بجد. حكايته ان انا كنت بتفرج قبلها بيوم على يوتيوبر انا بحبها جدا، بتشتري حاجات ثريفتنج من مثلا من جود ويل وكده يعني. فالمهم ان هي اشترت 2 من دول، كان الواحد ب$1 وكان عاجبني قوي، وبقول يا ترى ده نفسي في واحد زي ده قوي. يعني انا هوريكم اصلا الحاجات اللي انا شفتها، عملتها حتى شوت سكرين ليها علشان اشوف انا يعني ممكن نلاقيه فين. وقعدت اقول طب يا ترى لو انا رحت الوكاله مثلا هلاقيه، عشان هي شارياه من منطقه زي الوكاله. فالمهم ان انا، وهي بقى كانت فرحانه بيه جدا، فانا اعجبت بيه، مش عارفه كنت ممكن اشتريه ازاي. فالمهم بعدها بيوم كنت بفتح ابلكيشن شي ان عادي، علشان احنا عندنا ادمان ان احنا نقعد نرول كده من غير سبب. فالمهم ان انا لقيته في وشي ماشي، ولقيت كان عليه خصم، كان ب 23 ريال، فاللي هو كان سعره مثلا 130 جنيه. فاللي هو انا اشتريته على طول وكنت مستنياه عشان كنت متحمسه ليه. انا بصراحه لسه ما لبستهوش، ويوم ما هلبسه هوريكم انا ممكن البسه بطرق ازاي، علشان انا حاسه ان هو غريب شويه، بس هو عاجبني وينفع صيف وشتاء خريف ربيع، ينفع في كل حاجه. تاني بلوزه، وهي البلوزه البيضه دي برضو باين عليها ان هي من العصور اللي احنا مش فيها اصلا، باين من تفصيلة ايديها اهو. وعجبني فيها قوي رقبتها، علشان الرقبه بتتربط كده، فحسيت ان هي شكلها حلو قوي. وقماشتها حسها جاي على قطني جامد، بس هي شفافه. طبعا احنا عارفين ان حاجات شي ان اغلبيتها شفاف، البيضه اللون الابيض، فكده كده هلبس عليها بادي لان اصلا هي مفتوحه من عند الصدر كده. تمام، وشكلها حلو قوي في اللبس. برضو دي برضو كنت شاريها في السيل، بس كانت ب 30 ريال ماشي. اشتريت بقى حاجه اول مره، هي عوجت ليه؟ اشتريت بقى حاجه اول مره اجربها، ولسه هجربها معاكم برضو، وهي اللي هي الفوط اللي هي بتشيل كلين سبونج، بتشيل المكياج من غير مزيل مكياج. وانا اشتريتها بصراحه بسبب اشتريتها ان انا ما بحطش مكياج كتير، حتى اغلبيه الوقت انا بطلع لكم هو ما بحطش مكياج، هو يا دوب روج عشان انا بحب الروج بس، ولو حطيت مكياج بحط ماسكارا. فانا بشتري مزيل المكياج العادي ماشي، بيقعد عندي سنين، لان انا اصلا ما بحطش مكياج فما بلاقيش حاجه مسحه. فحسيت ان انا بهدر في الفلوس، ان الازازه بتترمي، لان ممكن تقعد 3 سنين 4 سنين وانا ما خدتش منها غير شفطه كده. فقلت لا، انا ممكن اشتري دي ويا دوب هحط عليها ميه، فانا كده هبقى وفرت. شوفوا بقى انا تفكيري جابني ازاي، ان انا اشتري ده عشان اوفر. مزيل المكياج بالنسبه لي ما بستخدموش كتير، لان انا ما بحطش مكياج كتير. تمام، فعشان كده اشتريتهم لسه هجربهم، بس هي خامته ناعمه جدا، يعني خامته حلوه قوي يعني جميله. نيجي بقى على القطعة الرابعة، وهو البادي الطول ده. وبصراحة انا شارياه بسبب ان انا عندي هيكول صوف كده عادي، بس وقع عليه كلور وباظ، بس هو بيدفيني جدا، وفي نفس الوقت مش هينفع اخرج بيه علشان الكلور. فانا قلت طب انا احل المشكله دي ازاي؟ فرحت اشتريت البادي الطول ده، ان انا ممكن البسه في الشتاء عادي فوق البلوفر الصوف، البلوفر مدفيني، بس ده اللي محليني. شوفوا، وفي نفس الوقت ممكن البسه في الصيف، لان انا ممكن البس تحتيه اي بادي قطن خفيف خالص وهيبقى شكله حلو. طبعا لو انت بشعرك فالكلام اللي انا بقوله ده مش هينفعك. الشاي بيرد. المهم ان هو لونها حلو قوي، وهي عباره عن تل. طبعا انا بحب الهاينك التل من شي ان، وعلى طول بشتريهم، وكمان اسعارهم حلوه قوي. يعني ده كان سعره تحت ال20 ريال ماشي.
عاجبني وممكن البسه صيف وشتاء، وانا قلت لكم ممكن البسه في الشتاء ازاي. وممكن تتابعوني على الانستجرام علشان انا بنزل الفيديوهات القصيره اللي انا ازاي بنسق الحاجات دي. يعني انا لسه مصوره فيديو تنسيق الجاكيت ده، وده انا شارياه يعتبر ثريفت اونلاين. هبقى احط لكم لينك الصفحه بتاعته علشان برضو لو انتوا عايزين تشتروا حاجات ثريفت وكده. ده كان ب150 جنيه، بس انا جايبه جواكت ب50 جنيه كتير قوي. يعني ده كان اغلى قطعه انا اشتريتها وجبتها علشان لونها. ممكن اوريها لكم اهو. يعني بصوا، هو جاكيت بدله اوفر سايز، يعني هو كده يعني. وده مش اعلان لاي حاجه، انا دافعه فلوس كل الحاجات دي ومفلسه لحد اخر الشهر. وبس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. فيديو قصير قوي عشان كنتش عامله حسابي زي ما قلت لكم ان انا اصور فيديوهات، بس حسيت ان انا لازم اطلع لكم ولازم اوريكم حاجات اللي انا اشتريتها جديد. وفي اوردر انا طالباه هستلمه اخر الشهر، لسه كنا قبضنا. وبس، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.